ولكن الديزاينر اللي عنده بيرسونا العملاء هم اللي هيجروا وراه، والشركات هي اللي تبقى عايزه تعمل له هايرنج. ما هو بص، الشغل ده كله والستايل ده مش بيجي من فراغ. انا النهارده جاي بالبلدي كده مش هكلمك عن البيرسونال براند او بناء الهويه الشخصيه، لان في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب بتتكلم عن الموضوع دوت. من الاخر انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي تبقى كاركتر، تبقى شخصيه. يعني تبقى جامد في شغلك، تمشي من الشركه الناس كلها تتضايق، شغال فريلانسر الناس تتمنى ان هي تشتغل معاك. من الاخر هعلمك ازاي تبقى جوكر ناجح في شغلك كديزاينر جوه وبره الشركه. بس قبل ما ابدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو حابب المحتوى دوت فعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا. ازيكم؟ النهارده اي ديزاينر فينا ممكن يبقى شاطر، لكن نوعا ما شخصيته في الشغل ممكن تبقى صعبه، ممكن تبقى مش بتعرف تتكلم كويس، مش بتعرف تعرض شغلك كويس. You love me, you need me, and then you look like Saint Nancy in it. او مثلا يعني سخيف شويه مع اي مدير او عميل بيطلب تعديلات، فانت ردك بيبقى سخيف شويه. وكمان مشهور في الشركه انك بتعمل غلطات كتير ومش بتركز في الجوده بتاعتك وانت بتطلع الشغل. شاطر وكل حاجه، ولكن مش بتركز. في مليون ديزاينر شاطر، الشركه ممكن تجيب مليون واحد زيك، صدقني. ايه اللي يخليك مميز وسط المليون ديزاينر الشاطرين دول؟ اللي يخليك مميز انك تكون عندك بيرسونا، الناس تحب تتعامل معاك، تحب تشتغل معاك، وتحب الشغل نفسه اللي بيطلع منك. فالفيديو ده هقسمه لك برضه جزئين، جزء للناس اللي شغاله في الشركات وجزء تاني للناس اللي شغاله فريلانسر مع نفسها. وطبعا الكلام ده بينطبق على اي شغلانه غير الديزاينرز، يعني ممكن مبرمج، ممكن واحد بيعمل كونتنت، ايا كان. يلا بينا نبدا الجزء الاول. لو انت شغال في شركه وليكن مصمم جرافيك حلو وشاطر ومتعلم كويس وكل حاجه جميله، عشان تعمل بيرسونا لازم تمسك حته وتتخصص فيها وتبقى شاطر قوي فيها، ومعروف انك اجمد واحد في الشركه في الحته دي. يعني مثلا انا في شركه اشتغلت فيها كنت جرافيك ديزاينر عادي، بشتغل حاجات كتير جدا وانا صغير، ولكن كنت متخصص قوي في البراندنج، كنت شاطر فيه وكنت بحبه جدا. وكل الشركه ابتدت تعرف مع الوقت ان الراجل ده بتاع براندنج، الراجل ده لو اي شغلانه براندنج جت صعبه للشركه مش هيدوها لاي ديزاينر تاني غير ليا. لو هم نفسهم عايزين يعملوا براندنج ليهم لنفسهم كشركه، الشركه اللي انا شغال فيها، يقولوا لي لا انت اللي هتعملها مش اي حد تاني. كنت مشهور بكده، البيرسونا بتاعتي كانت بتقول ان انا راجل براند ديزاينر شاطر، مع اني كنت عادي شغال جرافيك ديزاينر وباخد كل التاسكات اللي تتخيلها، من اول المدير لحد التيم ليد لحد كل الناس الزملاء بتوعي عارفين ان انا شاطر في البراندنج. يعني من الاخر اختار تخصص جوه التخصص بتاعك. يعني انت مثلا جرافيك ديزاينر، اختار ان انت تبقى متخصص في حاجه معينه. ممكن مثلا تكون متخصص حتى ان انت الوحيد اللي بتعرف تعمل شغل وبتعرف تحركه، مش مهم، المهم تخصص جوه تخصص تبقى معروف بيه، وده بيبدا يبني عندك اول بيرسونا ليك في الشركه بتاعتك. بصوا انا هحكي لكم امثله، مش شرط كل البيرسونا اللي انا بقولها لكم دي تكون فيكم، هو كل واحد على حسب شخصيته. في واحد تاني بنسميه جوكر، الجوكر ده بيعمل كل حاجه في اي حاجه، تديله اي تاسك يعرف يخلصها، اي حاجه مش هيعرفها هو هيدور عليها لحد ما يعرفها. البيرسونا بتاعته في الشغل مبني على ان هو جامد جدا، بيعرف يخلص اي تاسك، مش لازم الكواليتي بتاعته تبقى عاليه قوي، ولكن هو شاطر مخلصاتي، بيعرف يخلص، بينحت في الثغر عشان شغله يبان، الناس كلها بتبقى عارفه ان هو من الاخر اي تاسك ايا كان هيعرف يخلص. فانت كده البيرسونا بتاعتك انك مميز، الشركه مش هتستغنى عنك بسهوله، ويوم لما تقدم استقالتك لا هتكلمك مره والتانيه عشان ما تمشيش. طب ده جميل قوي بالنسبه للشغل. ايه بقى بالنسبه للشخصيه نفسها بتاعتك انت كديزاينر؟ في طبعا امثله كتير جدا لحاجات جوه الشغل نفسه، ولكن خلينا نرجع للشخصيه نفسها بتاعه الديزاينر. ازاي ابني بيرسونا لشخصيتي مش بس للشغل بتاعي؟ اول نقطه كده جت في بالي انك تتعلم تقول لا. مش اي تاسك تخش لك ويكون وقتها قليل قوي وانت مش هتعرف تعملها كويس وتروح قايل لها ماشي، لا لازم تقول لا، ولازم تبدا تبين ان انت مهتم بالكواليتي. يا جماعه لا مش هينفع تقعد تعترض، تقعد تقول لهم يا جماعه الكواليتي اهم حاجه. تبدا تتبنى عند المديرين بتوعك انك برضو البيرسونا بتاعتك انك شخص مميز، فاهم قوي في التايم مانجمنت، فاهم قوي انك عايز تطلع جوده كويس، تقعد تقول لهم الكواليتي اهم في الحته دي، لو عملت الشغل ده مش هيطلع احسن حاجه. تحمي نفسك وتقول لا بس بشكل شيك وكويس، وفي نفس الوقت تبقى انت ما اخدتش الشغلانه وخلاص، او لو اخدتها وعملتها مش حلو يبقى انت برضو حامي نفسك ان التايم مثلا بتاعك مش هيكفي. تبدا تتبنى بيرسونا ليك انك راجل منظم وفاهم انت بتعمل ايه. ومن هنا ناخد كلمه التايم مانجمنت ونبدا بيها النقطه الثانيه، انك لازم تبقى في الشركه عندك تايم مانجمنت. ازاي تقدر تدير وقتك لكل تاسك تجيلك؟ يعني انت مثلا تاسك فيجوال كامبين داخله مثلا، تقول لهم انا هخلصها، هقدر اخلصها في يوم، هقدر اخلصها في يومين، وفعلا اليومين او الكلمه اللي طلعت منك تنفذها بالظبط. وده بيجي مع الخبره والوقت طبعا. ولكن البيرسونا برضو اللي بتتبنى من الناس لما بيبصوا لك ان الراجل دوت شخصيته او الدماغ بتاعته بيعرف بالظبط التايم لاين بتاعه. انا كنت في شركه كنت بمشي الساعه 5، لازم امشي الساعه 5.
فدي خلت الناس تفكر ان انا مش ابن الشركه والكلام دوت، لكن مع الوقت اتبنى بيرسونا ان الراجل دوت بيعرف يخلص الشغل بالظبط في وقت الساعه 5. خلاص هو الراجل ده مسيستم نفسه ومظبط يومه على الكلام دوت. فدي مهمه جدا، لان كان في ناس ممكن تقعد بال8 و10، فبالتالي البيرسونا بتاعتهم اتبنت ان هم مش بيعرفوا يحققوا التايم مانجمنت المظبوط. فهي دي التحدي او التشالنج في اي شركه، انك تبقى عندك برضو التايم مانجمنت ده مهم جدا كبيرسونا لديزاينر موجود وبيشتغل في الشركه. حاجه تانية برضو مهمه علشان البيرسونا بتاعتك تبقى قويه وحلوه، انا عارف انك شاطر وبتهتم بالديفلوبمنت بتاعك، انك بتحاول تذاكر هنا وتذاكر هنا وتذاكر هنا، ولكن لازم تبين دوت. لازم الناس كلها تعرف ان الديفلوبمنت بلان بتاعتك رايحه لكذا. انا النهارده بذاكر ان انا اعمل كاركترز، مع انك جرافيك ديزاينر عادي، ولكن انت لا، انا بعمل كاركتر، فانا بتعلم دلوقتي الرسم، انا باخد كورس الفلاني في الحته الفلانيه. لازم التيم كله والناس كلها حواليك افضل اتكلم وقول انت بتعمل ايه. وده برضو من الحاجات اللي بتبني البيرسونا عندك، ومهمه جدا برضو، لان الناس عارفه ان الراجل ده ما بيسيبش نفسه، الراجل دوت شغال على الديفلوبمنت بلان بتاعته، الراجل دوت متميز في ده. فيبدا يتبنى برضو بيرسونا انك مش سايب نفسك، انك شاطر دايما في تعليم مستمر، وده برضو حاجه مهمه قوي في الشغل. حاجه برضو تاني، انك لازم تكون شخص حلال للمشكلات. يعني مش كل ما حد يجي يقول لك حاجه تروح مصدر له مشكله وما تصدرلوش الحل بتاعها. اللي هو مثلا يجي يقول لك الفايل دوت PDF فانا مش عارف اتصرف فيه، تروح قايل له لا والله مش هينفع تتعمل، من غير حتى ما تعمل سيرش او تحاول تحل المشكله. يعني برضو كان في ناس مشهوره عندنا في الشغل، هو البيرسونا بتاعته ان الراجل دوت لو الدنيا وقفت تروح له. ليه؟ لان هو هيعمل سيرش كويس وهيعرف يحلها لك، هو مش بيخترع العجله، هو الموضوع بسيط جدا. فما تكونش شخص محبط وبتاع مشاكل، لا، خليك حلال المشكلات دي. يعني خليك دايما متميز انك بتدور، راجل بتسيرش كتير عشان خاطر تعرف تحل المشكلات. اي حد يجي لك بمشكله مكعبله، لا، انت هادي وبتعرف تحل المشكله دي. حاجه تانية برضو، انك ما تكونش شخص سخيف. يعني ايه؟ يعني اهتم بالكلام مع مديرينك، اسال عنهم، اهتم بالكلام مع الزملاء بتوعك، وهتعمل اسفين في الديزاينرز اللي جنبك، خلي الناس تحبك، خليك دايما محبوب. كل الحاجات دي مهمه جدا في الشغل. يعني خلي حتى لو يعني دايما في اوقات كده الشركه كلها بتولع، بيبقى في حوار، بيبقى في مشكله، خليك هادي، خليك حكيم، ما تبقاش مستعجل في الرد، ما تغلطش في حد، خليك دايما سمعتك حلوه في الشركه المديرين والناس تحب تتعامل معاك. فانا بشكرني على وقوفي جنبي، ربنا يخليني ليا وما يحرمني مني ابدا. وتحب انك ما تسيبش الشركه ابدا، لانك في الاول في الاخر سمعه. فانت اول ما تسيب الشغل دوت، هم نفسهم اللي هيجيبوا لك اوفرز تانيين في شركات تانية، لانك دايما محبوب، دايما مجتهد، البيرسونا بتاعتك واضحه، وهي دي الشخصيه اللي لازم تبقى موجوده عندك. بس هنا ياخدنا لنقطه مهمه جدا، ان كل حاجه انا قلتها مش شرط تكون في شخصيتك فما تعملهاش. اهم حاجه ان البيرسونا تكون نابعه من شخصيتك. ممكن تتعلم اجتهادات، يعني انك تتعلم تايم مانجمنت فتزودها على البيرسونا بتاعتك، تتعلم سكيلز تانية فتزودها، كل الكلام دوت. بس المهم ان مع شغلنا الحلو البيرسونا بتاعتنا لازم تحاول تديفلوب فيها، لازم تبين للناس البيرسونا بتاعتك كل فتره، وهي دي اللي بتبني الواجهه بتاعتك للناس. من الاخر عشان تكبر في شغلك، البيرسونا هي اللي بتعمل دوت، مش شغلك بس. وهنا نيجي للجزء الثاني من الفيديو بتاعنا. لو انت بقى شغال فريلانسر مع نفسك، بيبقى يعني ليك وجود على السوشيال ميديا، موجود ككونتنت، بتحط شغلك على بيهانس، بتتعامل مع كلاينتس اونلاين، فالجزء دوت ليك. اللعبه هنا مختلفه تماما. انت هنا مش شرط تكون شخصيتك الحقيقيه، انت عادي ممكن تعدل في شخصيتك براحتك، تعمل البيرسونا اللي انت عايزها، تشوف بيرسونا حد وتقلده عادي جدا. انت كده كده اونلاين، عالم كله تقدر تتكلم من خلال الكولز، مش لازم شخصيتك الاساسيه تبان، ولا طموحك ولا افكارك ولا اي حاجه. يعني مثلا ممكن تبقى شخصيه ناقده. المانجا مجمده والله وجعت لي اسناني. لا مش شبه الراجل دوت. انا قصدي انك بتنقد الشغل كتير، بتحلل الشغل، بتنزل لوجهات لناس تانية وتقدر تتكلم عنها، فباين انت شخصيه، باين ان انت البيرسونا بتاعتك انك شخص مدقق، بتحب تشوف الناس، بتحب تشوف الغلطات وتحاول تحلها والكلام دوت. ممكن تبقى شخصيه تانية الصامته الامطه، اللي هي انا هعرض الشغل بتاعي وشغلي هو اللي هيتكلم عني، بس لما يجي الكلاينت يتكلم معايا لا، بيلاقيني بروفيشنال، بيلاقيني محترف جدا جدا في شغلي، عارف انا بقول ايه وبعمل ايه. حتى في ايميلاتك مع الناس، الفورمة الميل بتاعك، الفورم بتاعت الميل بتاعتك بتفرق من حد للتاني، الويب سايت بتاعك شكله بيختلف، البيرسونا بتتبنى من كل الكلام دوت. بس اهم حاجه لو اخترت بيرسونا كمل فيها، ما تقعدش تغير كل شويه انا بالستايل دوت بعد كده ابدا اعمل ستايل، لا، خليك في بيرسونا واحده عشان هي دي اللي هتكمل معاك لبعدين. من الاخر خليك زي الممثلين بالظبط في المجال بتاعك. يعني احنا بنتابع يوتيوبرز كتير مثلا عشان افكارهم، عشان مثلا البيرسونا بتاعتهم هي دي اللي بتبان، طريقتهم في الكلام، مثلا بيقولوا حاجات كان نفسنا نتكلم فيها بس ما حدش عارف يعبر، بيقولوا قصص حلوه مثلا زي الراجل الجميل ده. في حاجه غلط في القصه الكامله.
انت برضو كده، ما في مليون واحد بيعرض على بيهانس، خليك انت مختلف في حتى عرضك للبورتفوليو بتاعك. اتكلم عن مشاريعك على النت واعرض كونتنت لدوت كمان، ممكن تحكي قصه مشروع انت عملته، اتكلم. وكل دوت هو اللي بيبني البيرسونا بتاعتك وبيبروزها للناس، فالناس بتتعلق بيك وبتحلم في يوم من الايام تشتغل معاك. اعمل بيرسونا انك تبقى جد جدا، لما حد يبعت لك التزم بالتايم لاين، انت راجل بروفيشنال. اول ما حد يبعت لك انك عايز يشتغل معاك لازم تبعت له فايل على طول، تقول له والله البروسيس بتاعتي كده، الدنيا ماشيه كده، انا منظم جدا، تبين له ده من خلال البروسيس بتاعتك. وكل ده بيبني برضو البيرسونا بتاعتك في السوق، وبيخلي الكلاينت دول يقولوا لكلاينتس تانيين وتانيين عشان خاطر الشغل يكتر معاك. ممكن حتى البورتفوليو بتاعك يبان فيه البيرسونا، انك تبقى مختلف، مش بس تعرض شغل، لا اعرض القصه بتاعتك، والله انا اتطورت، انا كنت كده وبقيت كده. وده برضو بيبني البيرسونا بتاعتك. الناس بس بتشوف البورتفوليو بتاعك بتعرف البيرسونا، وتعرف شخصيتك عامله ازاي، وتعرف هي رايحه على فين وبتتعامل مع مين. فانت مثلا لو في البورتفوليو قلت والله انا اشتغلت مع شركه كبيره زي GSK مثلا، او حاجه زي من شركات الادويه الكبيره او ايا كان، بيبداوا يعرفوا اللي انا هتعامل معاه ده مش شخصيه عشوائيه، لا دي شخصيه جامده، عندها وجود. لو انت عملت لقاء مره في تلفزيون، ولا عملت مثلا حاجه انجاز حلو، ابدا اكتبه في البورتفوليو بتاعك، قول له والله انا اشتغلت مع القناه الفلانيه، اتكلمت مع القناه الفلانيه، عملت كده، فيعرفوا هم بيتكلموا مع مين. وفي النهايه الكلاينت بيحب يربط الشغل بتاعه بشخص هو حابب التجربه كامله، ما تخليهاش مقتصره على الشغل بس، لا خلي الكلاينت التعامل معاه هو تجربه كامله، من اول التواصل معاه للبروسيس بتاعتك لحد ما تسلم الشغل في ميعاده، تستلم الفلوس في ميعادها، وكل حاجه تبقى تمام. التزامك في الردود معاه باحترافيه، وشغلك الجامد اللي هيطلع في الاخر، كل ده هيبني بيرسونا. الديزاينر ملوش حل، هم فعلا هيحبوه. وخد بالك، واهم كلمه في الفيديو، البيرسونا بتاعتنا هي اللي بتحدد انت هتبقى ترس في مكنه ولا انت هتبقى المكنه والمصنع كله. الديزاينر الشاطر بيعمل شغل حلو، ولكن الديزاينر اللي عنده بيرسونا العملاء هم اللي هيجروا وراه، والشركات هي اللي تبقى عايزه تعمل له هايرنج. لو انت وصلت لحد هنا فانا بجد اشكرك، ومقدر كل الوقت اللي انت اخدته عشان تتفرج على الفيديو دوت. اتمنى يكون الفيديو فادك، وشاركني في الكومنتات لو عندك تعليق او عندك فكر لبيرسونا تاني مختلف ممكن يكون في الديزاينرز، ولكن هم دول اللي جم على بالي في الحلقه، فانا حبيت ان انا اشاركها معاك، لان فكره الحلقه دي كانت دايما في بالي ولكن مش عارف اعبر او اقولها ازاي. ما تنساش اللايك والفولو وسبسكرايب لو عجبك المحتوى دوت وعجبك الافكار بتاعتي في الفيديوهات. وبس كده، سلام.